السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا عيال؟ وحشتوني خالص. النهاردة المنيو بتاعنا بصارة، وطبعا عندنا خيار مخلل من اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، وانا حمرت جنبيها حبة بطاطس كده على قرنين فلفل كده على بتنجانية عشان التحابيش بتوعها دول لازم. تمام. بس انا في الفيديو ده طريقة البصارة بس، ما مش عاملة جنبيها، يعني مش جايبة اي حاجة تانية في الفيديو غير البصارة والقهوة طبعا، يعني اكيد. ومحدش يقول لي الكنكة مش مغسولة. الكنكة انا بحب القهوة كده يا بنات، يعني انا ممكن اغسل كنكة القهوة دي كل 3 مرات مثلا، مرة يعني كل ما اعمل فيها 3 مرات قهوة اغسلها مثلا مرة. فاهمين؟ ما اعرفش، انا بحس كده القهوة احلى، الله اعلم ان كان ده الصح ولا الغلط، بس والله هي مش عارفة، انا بحبها كده. المهم يا بنات، ما علينا. كنت عايزة اقول لكم على حاجة. يعني يا بنات، انا قريت اكتر، يعني كمية قصص اليومين دول فظيعة عن، ربنا يحفظ اولادنا يا رب، الحوادث اللي بتحصل دي، الاعتداء والتحرش ومش عارف ايه والحوارات دي. ازاي انا مش بعيب في الامهات طبعا، لاني معظمهم موظفين شغالين، مش بس يعني عيالنا دي هي مسؤولتنا الاولى والاخيره، قبل الشغل، قبل الكيان والكارير والفلوس ومش عارف ايه والحوارات دي كلها. ازاي في ماشي ابنها فضلوا سنة كاملة، يعني شخص فضل سنة كاملة يعتدي على ابنها وهي ما تعرفش؟ ازاي في موظف الكانتين في مدرسة خاصة، ماشي، فضل شهر كامل يعتدي على بنتها وهي ما تعرفش؟ طب ازاي؟ يعني ازاي انت لما بتحمي ابنك ولا بنتك، يعني ازاي مش بتبصي فيه؟ ازاي لو لقيتي كدمة او كده مش بتبصي فيه؟ طب ازاي انت لو شفتي ابنك مخضوض او بنتك جايه من المدرسة مخضوضة مثلا او خايفة او في حاجة، ازاي انت ما بتسأليهاش ومش باستجواب؟ يعني مش اللي هو احكي لي ايه اللي حصل، طب قولي، طب مش عارفه ايه، لان مستحيل الطفل هيحكي. احنا بنسأل الطفل: في حد ضايقك النهارده؟ في حد انت مش حابه؟ طب لو في شخص مثلا انت نفسك ما يكونش موجود، هيكون مين الشخص ده؟ طب انت مثلا لو معاك بسكوتة هتديها لمين؟ طب انت مش عارف ايه. يعني الاسئلة دي ماشي، سواء مثلا اسئلة سلبية زي مثلا لو في حد نفسك ما يكون، لو في حد هيمشي من المدرسة نفسك يكون مين الشخص ده، ويقولك مثلا فلان. لازم بالطريقة كده وبالراحة تعرفي ليه فلان ده ما هو مش عايزه تاني. بالراحة ليه كده؟ هو فلان عمل ايه مثلا؟ طب هو بيضايقك؟ طب انت قول لي مثلا هو بيضايقك ازاي، وانا مثلا اوديك مثلا مكان تاني بعيد عنه، او مثلا انا اكلمه واقول له مثلا يبعد عنك. دايما بتلاقوا ان الشخص اللي مش كويس او الشخص اللي بيسبب اذى للعيال، دايما تلاقوه يقول لهم ايه؟ لو قلت لبابا او قلت لماما انا هعمل لك كذا او كده. لا يا جماعة، احنا لازم نعودوا العيل، يعني سواء بنت او واد او كده، ان الغلط اللي انت هتعترف بيه ماشي ده معلهوش عقاب. انا معلم عيالي كده. وما تقوليش ان هو كده هيسوق فيها وهيغلط كل شويه ويجي يقول لي وانا كده مش هعاقبه لان احنا خلاص متفقين. لا، لا مش كده، معروفه. انت هتعرفي امتى تعاقبي وامتى لا. انت هتعرفي امتى تقولي له لا انت كده مش في الاتفاق بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو لو انت اعترفت لي انا مش هعاقبك، لان الاستعباط بيكون باين. تمام. ولعب العيال وكده، واللي هو الغلط اللي هو لا قدر الله غلط كبير، ماشي، ده برضو بيكون باين. تمام. لازم اعلم الطفل ان انت لو جيت حكيت لي تعالى، لو في حد قال لك لو قلت لماما انا هعمل لك كذا وانا هعرف بقى، لو انت حكيت لها هعرف او كده او الحوارات دي. لا، لازم برضو اعرف العيل ان انت تعالى احكي لي في بيتنا في الاوضه لوحدينا، ماشي، قول يا ماما لو سمحت عايزك، وتروحي معاه، سيبي اللي في ايدك وروحي معاه، ماشي، وشوفي هو هيحكي لك ايه. حتى لو موضوع تافه، يعني حتى لو هو قال لك كده وحكى لك موضوع تافه، معلش حاولي ان انت تستحمليه مهما كانت الضغوطات اللي عليكي، مهما كان ان انت مش فاضية او ايا كان. معلش حاولي تستحمليه الدقيقتين دول اللي هو هيكلمك فيهم، ان شاء الله حتى يكونوا ساعة مش دقيقتين، عشان بعد كده لو لا قدر الله يعني حصلت حاجة كبيرة، يبقى عارف ان هو لما يجي يحكي لك انت بقى مش هتكوني متكدرة كده ومتضايقة، واللي هو طب خلص، طب يلا، طب مش عارف ايه، طب بتاع. لا، حاولي دايما بين ابنك وبين بنتك. والله العظيم يا بنات، انا يعني الدنيا معايا مش احسن حاجة، بس بعمل ايه؟
باجي مثلا زي كده مرة مثلا في الشهر، ماشي، اخد ابني ونطلع، بطلع يكون في مثلا اي مصلحة برا نقضيها، تمام. بندخل مطعم كشري، طبقين كشري، الطبق ب20 عندنا، الطبق الصغير ب20، طبق ليا وطبق لي، تمام. وناكله كشري، ونطلع بقى من مطعم الكشري نجيب اي 2 حاجة ساقعة، 2 مشروب، نشتري مثلا 2 عصير قصب ايا كان، ونروح نقعدوا في اي جنينة من اللي هم بيكونوا في الشارع دول، وافضل احكي معاه واحكي ويحكي معايا، وايه يا حبيبي وعامل ايه في المدرسة، مين بيضايقك، بتحب مين، بتكره مين. على فكرة المواقف دي بتجيب الكلام، يعني المواقف دي هتلاقيها بتطلع الكلام من الطفل لوحديها، ماشي. ليه؟ عشان انا افضل قريبة من ابني، يفضل هو يحكي لي كل حاجة. وكذلك الأمر بنتي برضو بعمل معاها نفس الموضوع. أنا عندي 4 أطفال، عندي ولدين وعندي بنتين، بس الكبار هم اللي بيتكلموا، الصغننة بقى دي قاعدة معايا في البيت، تمام. فانا بقى بدخل المطبخ، فبجيبها بقى اوقفها جنبي زي كده، اغسل الكوبايه دي يا لولو، اغسل الكوبايه دي يا ليلو، اغسل الطبق ده يا ليلو. ليلو دي عندها 4 سنين، طبعا هي ولا هتعرف تغسل كوبايه ولا هتعرف تغسل طبق، بس اللي هو ايه، بفتح كلام بيني وبينها. هي طبعا لما بتقف جنبي، احنا طبعا اكيد عارفين وقفة الامهات وعيالهم في المطبخ بتخليكي تجيبي القديم والجديد. وقفة الأمهات مع عيالهم في المطبخ دي بتخليك تجيبي القديم والجديد. احنا يا كبار ما بنستحملش وبنقوله كل مصايبنا، بنحكوا كل المصايب، بنحكوا كل اللي احنا مش عايزين نحكوه، بنلاقوا نفسنا حكيناه، فما بالك بقى بالأطفال الصغيرة. وخصوصا ان انا الحمد لله عيالي ما بينزلوش الشارع، يعني ما لهمش لعب في الشارع. فبرضو يوم بقى كل شهر، يوم بقى كل شهرين، في حتة كده عندنا هنا اسمها استاد، تمام. دي بقى فيها كام لعبة هو كام مرجيحة وكده، ومكان بقى الناس بتقعد فيه، نجيلة بقى بيقعدوا فيه والكلام ده. فانا باخدهم، باخد سندوتشات من البيت ومية وكيلو جوافة يتعمل عصير، ونروح الاستاد ده. بنروح الاستاد ده، بدي مثلا كل عيل 20 جنيه في ايده مثلا، واقول له العب بيها مثلا لعبتين، تمام. لان احنا عندنا هنا متوسط سعر اللعبة من 10 ل15 جنيه، تمام. ونقعدوا بقى ناكلوا السندوتشات بتاعتنا، ويقعدوا بقى يلعبوا جنبي بقى بالكوره وكده، ونقعدوا بعدين نقعدوا مع بعض نلعبوا كوتشينه مع بعض، بعدين نقوموا نلعبوا كوره مع بعض كده، بعدين ايه بناخد بعضنا ونمشي، بيبقى قضينا وقت حلو مع بعض. وفي نفس الوقت جربت من عيالي وعيالي جربوا مني. ما تقوليش انا مش معايا فلوس فانا مش عارفه اطلع بعيالي، مش عارفه افسحهم، مش عارفه اجرب منهم. عمر الفلوس ما كانت سبب عشان تجربي من عيالك. فتشي في ابنك لما يجي من المدرسه، فتشي فيه كده انت وبتحميه، بس من غير ما تلفتي نظره، من غير ما تعرفيه انت بتعملي كده ليه. لا انت اللي هو ايه، يا حبيبي بطمن عليك، تعالى وريني كده ليه وشك اصفر، تعالى وريني كده مالك يا حبيبي مخضوض ليه، إيه الكدمة دي جت منين، طب مين عورك، طب وقعتي فين، طب ليه. وحاولي تشوفي كلامه اللي هو بيحكيهولك ده مرتب ومنطقي ولا مش مرتب ولا منطقي. كده يا بنات الفيديو هيكون خلص، اشوفكم في فيديو تاني. يا رب يا رب يا رب يكون كلام، انا عارفة ان هو مش مترتب وعارفة ان هو برضو مش كده، بس يا رب يكون عجبكم.